في شخص كل حاجة لازم تمشي بطريقته، لو اتأخرت عليه شوية يتضايق، ولو خدت قرار لوحدك يزعل، ولو ما ردتيش بسرعة يبدأ يسأل كنت فين ومع مين. من بره شكله متحكم وقوي ومسيطر، ولكن الحقيقة غالبا جواه إحساس تاني خالص. الشخص اللي بيحب السيطرة مش دايما بيحب يتحكم في الناس، هو في حقيقة بيحاول يتحكم في خوف جواه. السيطرة هنا مش قوة، دي طريقة دفاع عشان يحس بأمان. طب ايه بيحصل جواه يا دكتور؟ أول حاجة خوف مستمر من فقدان السيطرة، وده بالنسبة ليه فقداني أمان. خلينا نبسطها أكتر. في ناس بتحس بأمان لما الدنيا تبقى متوقعة، لكن الشخص ده أي حاجة خارجة عن سيطرته تهديد. يعني إيه؟ يعني يوم مش عارف كل حاجة بتحصل عقله بيروح يا أسوأ سيناريو. زي مثلا انت اتأخرتي في الرد، هو مش بيفكر انك انت تكوني مشغولة، هو بيفكر ان في حاجة غلط. زي مثلا انك سبتيه او انك حصلك حاجة، فيبدأ يسيطر عشان يهدي القلق ده. تاني حاجة قلق عالي جدا، بس خلي بالك ده مش ظاهر. الشخص المسيطر غالبا عنده قلق داخلي عالي، بس بدل ما يبينه بيغطيه بالتحكم. يعني بدل ما يقول انا قلقان عليكي يقول ليه ما ردتيش، انت لازم تردي في وقتها. ايه الفرق؟ ايه اول ضعف، لكن التاني سيطرة، هو بيختار بيحسسه بالقوة. تالت حاجة خوف عميق من الرفض ويهاجر. من جواه في فكرة ثابتة ان ممكن يتساب في اي لحظة، وده بيخليه يراقب ويسأل كتير وبيتدخل في تفاصيل صغيرة، مش علشان يشك بس لكن عشان يطمن نفسه ان العلاقة موجودة. الرابع حاجة احساس داخلي بعدم الكفاية، دي نقطة مهمة جدا. الشخص المسيطر احيانا شايف نفسه من جواه مش كفاية، مش مضمون، ممكن حد احسن منه ياخد مكانه، فبيحاول يعوض ده بالتحكم، يحدد ويفرض ويوجه عشان يحس ان هو مسيطر وبالتالي مقبول. خامس حاجة تجارب قديمة خلت الأمان صعب، كتير منهم جاي من بيئة فيها فوضى أو عدم استقرار أو خذلان، فكبر وهو فاهم إني أمان لازم تمسك كل حاجة بإيدك، فلو ساب الأمور تمشي وحدها يحس إن هو معرض يأذى. سادس حاجة الصعوبة في الثقة. الثقة بالنسبة له مش سهلة، مش لأنه بالضرورة شكاك، لكن لأنه اتعلم إن الثقة ممكن تكسر، فبدل ما يثق يسيطر، لأن السيطرة بالنسبة له أنا ضامن إيه بيحصل. عارفين المشكلة في السلوك ده إيه؟ إن رغم إن الهدف ده أمان، النتيجة عكس تماما. الطرف التاني بيحس ان هو مخنوق، ان العلاقة دي بتتحول لضغط، فيبدأ يبعد، فيتحقق اكبر خوف عنده انه يتساب، فيلوم نفسه او يزود السيطرة، وتفضل الدايرة شغالة. في بقى شكل من اشكال السيطرة بتحصل في حياتنا يوميا، ودايما مش بتبقى واضحة زي ما احنا متخيلين، بتيجي في شكل كلام دايما بيتقال قدامنا، زي انا بعمل كده عشان مصلحتك، او بس بحب ارتب كل حاجة، او انا بقلق عليكي، لكن تحت الكلام ده في خوف واحتياجي امان. طب ازاي يا دكتور يتعامل مع نفسه؟ اول خطوة يعترف بخوف، بدل ما تقول انا بحب اتحكم قول انا خايف. الاعتراف ده بداية التغيير. تاني خطوة فرق بين التحكم والرعاية. الرعاية فيها احترام، لكن التحكم فيه فرض. اسأل نفسك انا بحاول اساعد ولا بفرض؟ تالت خطوة درب نفسك على السيطرة، سيب مواقف صغيرة تمشي من غير ما انت تتدخل، حتى لو انت حسيت بعدم راحة، ده تدريب مخك ان الدنيا مش هتبوظ. رابع خطوة اشتغل على الثقة. الثقة مش في الناس بس، الثقة في نفسك ان انت تقدر تتعامل حتى لو حصل حاجة. فالخلاصة الشخص اللي بيحب السيطرة مش دايما قاسي، غالبا هو شخص خايف بس بيعبر بطريقة غلط. هو مش محتاج يتحكم في كل حاجة، محتاج يحس بأمان من جواه، ولما ده يحصل السيطرة هتقل وعلاقاتها هتبقى أهدى وأصح. وبس كده كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واعملوا اشتراك، ولو استفدت منه شاركوه مع أصحابكم. سلام.